عايزك دايما في الكونسبتس دي تحاول ان انت تعمل اكزامبل لنفسك. يعني انا عايز يكون صديقك الصدوق كده، ونصيحة هو اليونت سيركل. اليونت سيركل دي حاجة جميلة جدا لان هي تقدر ان انت تستخدمها علشان تريبريزنت كونسبتس كتيرة بشكل سيمبل جدا. تعال نحاول نعمل كده في موضوع الانتجريشن والديفرنشيشن ده. لو انا عندي حاجة كده الباوندز بتاعتها 1 1، ارسم هنا سيركلز، ارسم هنا سكويرز، اعمل كل اللي نفسك فيه. هنا بقى انا هتكلم على تريانجل مثلا. عايز اللي انا اشوف هل الاريا بتاعت التريانجل دي هتماتش الكلام اللي احنا قلناه في الانتجريشن ولا لا. انا عايز اجيب الاريا اندر الكيرف ده يعتبر، او اللاين ده. طب حلو قوي، انا اللي اعمل الاكزامبل ده دلوقتي. فاللاين ده دلوقتي لينير لما الاكس اكسس زد بواحد، الواي اكسس زد بواحد، وده اتنين ده يطلع اتنين، وهكذا. فده معناه ان الواي بتساوي الاكس، هما الاتنين قد بعض. كلام جميل، انا مهتم بالحته دي بس، انا مهتم بالحته دي بس، التريانجل ده. فانا الليميتس بتاعتي من 0 ل 1. بص انت اللي بتعمل لنفسك الاكزامبل، هو ده اللي عايزك تعمله دايما. تفكر في اكزامبل سهل، ازاي تكونستراكت الاكزامبل ده عشان تتاكد من فهمك المظبوط. فانت دلوقتي تعمل ايه؟ انا قصادي خلاص الفانكشن اللي في اكس اللي هي الواي، وهي فانكشن في الفاريبل ده، تمام. ممكن اسميها y او f of x، ما علينا، هي simple دلوقتي فخليها بالمنظر ده. طيب انا عايز دلوقتي اجيب ايه؟ عايز اجيب الاريا بتاعت التريانجل دي. طب اريا تريانجل هي نص البيز في الهايت. البيز بتاعي هنا ب1، يبقى نص 1 في الهايت ب1، فالكلام ده هيطلع لي هاف. فالتريانجل ده المفروض ان الاريا بتاعته هاف. تعال نشوف الكلام ده بيماتش الانتجريشن ولا لأ. الليميتس بتاعتي من 0 ل 1، الفانكشن بتاعتي ال f of x عبارة عن x هي ال y، f of x هي y، والكلام ده dx السمول rectangles اللي أنا عايز أجمعها دلوقتي. كلام جميل. فأنا لو جبت بقى بالرول بتاعت الانتجريشن هلاقي إن أنا الانتجريشن هيطلع عندي بالمنظر ده، وفي عندي باوندز، الباوندز بتاعتي من 0 ل 1. فأنا دلوقتي أقدر إن أنا أعوض، يبقى هاف 1 سكويرد ناقص نص في 0 سكويرد. الكلام ده كله 0، فالكلام ده في الآخر خالص يديني هاف بلس كونستانت. ففعلا الكلام ده يديني هاف، وهيجنور الكونستانت ده خليه 0. أنا عامل الإكزامبل بإيديا بالمنظر ده، وهيجنور الكونستانت، هيجنور الكونستانت لأن أنا عامل الإكزامبل بتاعي على الأوريجين على طول. ويمكن دي حاجة كويسة جدا اللي احنا نتكلم فيها. وجود هذا الكونستانت مهم في الانتجريشن. ليه؟ الديريفاتيف اهتم بالجزء اللي بره، يعتبر الايه، الانفلوب اللي موجود بره على الشيب. لو انا حركت كل الشيب ده لفوق او نزلته لتحت، الاريا اللي الشيب ده بيقدر ان هو يغطيها هتكبر تصغر وهكذا، ولكن السلوب هيفضل دايما ذا سيم. الديريفاتيف هيفضل ذا سيم لانه مهتم بالانفلوب اللي بره وليس الاريا اللي جوه. فعشان كده بجمع كونستنت، لان كان ممكن ده يكون 1، كان ممكن يبقى 2، كان ممكن يبقى 3، كان ممكن كل الحاجات دي كانت تبقى شيفتد، نفس الشيب يكون شيفتد فيطلع نفس الديريفاتيف، ولكن انا ما اعرفش هو كان شيفتد ولا لا، لان الديريفاتيف مش سنسيتيف للاريا، هو مجرد بيمشي على الشيب من بره. ولذلك انا بجمع هذا الكونستنت. ونفس الكلام ده برضو في السيجنالز. يعني انا مثلا الاكزامبل بتاع الساين ويف اللي رحنا في الاخر وجبنا الديريفاتيف بتاعه وطلع كوزاين ويف، اللي حاصل بمنتهى البساطه ان الساين ويف دي كان ممكن كنت اجمع عليها حاجه، فايه اللي يحصل ليها؟ كانت تبقى شيفتد، كانت مثلا تبقى هنا. طيب لو انا كنت جبت لها الديريفاتيف، هل كان هيبقى سنسيتيف للشيفت اللي حاصل ده؟ لا، ما كانش هيبقى سنسيتيف، لان هو كده كده هيجيب التانجنت اللي يفضل يمشي على الاوتر شيب بتاع الساين ويف، وهيطلع لي في الاخر نفس الكوزاين. مش سنسيتيف هي بدأت منين. ولكن الانتجريشن هو اللي مهتم بالاريا الاندر ذا كيرف، ولذلك هذا الكونستنت يفرق معاه، هذا الشيفت يفرق معاه، ولذلك بنحط الكونستنت لما بنفكر في موضوع الانتجريشن.
مبدأ الانتجريشن وان انت تعكس الكلام ده بالديريفاتيف مش غريب على البروبابيلتيز كمان. فانا لو جبت probability density function described by النورمال distribution ده اللي هو ليه two variables بيوصفوه الميو والسيجما، فانت دلوقتي هتلاقي ان الاريا اندر ذا كيرف دي ممكن ان انا اوصفها بان هي probability density function كلها. في نفس الوقت هلاقي عندي حاجه اسمها الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن، ان انت بمنتهى البساطه بتبدا اللي انت بشكل كوميوليتيف، يعني كل شويه عمال تجمع كل اللي فات، بتحاول ان انت تجمع الاريا اندر ذا كيرف اللي موجوده هنا دي، بحيث ان انت خلاص طالما عرفت ان البروبابيلتي density فانكشن كل الاريا اندر ذا كيرف بتاعتها 1، فانت عارف ان ده هيطلع ويزيد لحد ما يوصل ل 1. شوف بقى البروبابيلتي لما بتميت الكالكولس في الحته دي، هتلاقي ان انت البروبابيلتي density فانكشن اللي منظرها بالشكل ده، لو مشيت هنا في السيميوليشن دي البورت اللي بجمع بيه الاريا ده، الاريا فعلا عماله تزيد وعماله تجيب لي الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن، اللي هي في نفس الوقت انت ممكن تفكر فيها كانتجريشن وديريفاتيف. ممكن تفكر بمنتهى البساطه ان لو اخدت الانتجريشن بتاع الاف اوف اكس اللي موجوده عندي دي اللي بتديسكرايب البروبابيلتي density فانكشن، واخدت الكلام ده على فيري سمول دي اكس، تمام، واخدت الكلام ده من ماينس انفينيتي لحد الفاليو بتاعت اكس اللي هي كانت عماله تتحرك في السيميوليشن، كل مره عماله تتحرك واخد كل اللي فات، هو ده معناها ان انا بجيب الانتجريشن من ماينس انفينيتي لاكس، فدي بتريبريزنت الاريا اندر ذا كيرف، بتريبريزنت اللي انا انتجريت البروبابيلتي density فانكشن. والعكس انت فكر فيها بقى، لو انا وقفت على جزء من هنا وعايز اروح الناحيه الثانيه، طب ما ده بالنسبه لي بيريبريزنت السلوب على كل بوينت. انا لو اخدت الديريفاتيف بتاع f of x الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن هحصل على البروبابيلتي density فانكشن، وده حقيقي فعلا. يعني فكر هنا مثلا، هنا انا حاسس ان السلوب بتاع اللاين التانجنت ده كبير جدا صح وبوزيتيف، وده حقيقي فعلا لان ده اعلى سلوب، هنا مطلع لي اعلى فاليو. طيب وهنا لا، السلوب بيقل 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 لحد ما يبقى فلات which is 0، يبقى يوصل لحد 0، وهنا لا بيبدأ ان هو يقل 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 لحد ما يوصل لزيرو، فعلا بتقل تقل تقل لحد ما توصل لزيرو. شكرا جدا انك كملت الفيديو للآخر، يا رب يكون مفيد، اشوفك المرة الجاية، سلام.